الله على الكشري بالبيض المزحر الجميل ولذيذ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبأحسن حال. انا بشكر حبايبي جوه مصر وبشكر حبايبي بره مصر. انا بشكركم يا حبايبي لدخولكم القناة والتفاعلكم معايا في القناة. النهارده عامله يا ست الحباب، عامله رز بعدس اللي هو الكشري وبيض مدحرج. شوف الشكل جميل ازاي ولذيذ ازاي وشكله يتكلم عنه. وانا وصلت لغايه كده خلي بالك من اللايك، وخلي بالك واشتراكيلي وفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ويلا يا حبيبتي يا نور عيني نشوف الطريقه. يا صباح الخير والفل والياسمين على كل مشاهدين مطبخ ست الحبايب. يا حبايب، النهارده ست الحبايب عاوزه تعمل الغدا الجميل اللذيذ. انا عاوزه نعمل الكشري معاكم يا حبايبي، الكشري المصري. ومعايا 4 بيضات على قد انا والحاج، ومعايا 3 كوبايات رز بتاعت الشاي، وحاطه كوبايتين عدس. ويلا بينا يا حبايبي اغسل الرز بالعدس وهرجع لكم. يا حبايبي غسلت الرز اهو زي ما انتم شايفين في البلاستيك اهو، وحطيت هنا بصله. في ناس بتعمل الكشري ببصل وفي ناس بتعمله من غير بصل، بس انا بحب اعمل له ايه، حته بصلايه صغيره كده بيخلي له طعم جميل اهو. بصي يا حبايبي البصله شوفي بنشوحها وحلوه اهيت، وهننزل عليها ايه، هننزل عليها العدس والرز اهو. يا حبيبتي العدس اهو الجميل ازاي، بجربه لك للكاميرا. معايا ايه، معايا حبه شطه وحبه كمون وحبه ملح، بحطهم بقى كده واغلفهم مع بعض اهو. يا حبيبتي غلفت ال العدس بالرز بالبهارات الكمون والشويه الشطه كده عشان يبقى ايه حامي سنه كده. وبنحط ايه بقى، بنحط الميه معاكم اهي، نحط الميه الساخنه. طبعا ما بنكترش ميه ياما برضه عشان ما يبقاش ايه معجون كده الرز. احنا ما بنعبرش، بس انا من ايه بنحط بالبركه كده. ريحته جميله على لما تشوحي العدس مع البهارات مع البصلايه بيدي طعم وبيدي ريحه بقى اهو. في ناس ما بتعملهوش بايه ببصل عادي، بيبقى زي العسل برضه اهو. يا حبيبتي هسيبه بقى يستوي وهرجع لكم. بصوا على العدس بقى جميل ازاي، الرز بالعدس وزي ما انا عاملاه معاكم الكشري جميل ولذيذ ازاي. عبل يا حبايبي بقى ما يكمل سوا هرجع لكم. من وصلتوا لغايه كده خلي بالكم من اللايك بتاع ست الحبايب يا حبايب.